السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني الغاليين، يا رب تكونوا بخير دايما. احنا دلوقتي هنعمل البابريكا. انا لقيت الفلفل ده كتير في السوق، فقلت اجيب الفلفل ده الهالبينو. اجيبه اعمله البابريكا المدخنة. في منه بارد وفي منه حامي، انت جيبي النوع اللي انت تفضليه. انتوا شايفين دلوقتي عايزه اوريكم الفرق بينه وبين الفلفل البلدي ده. طبعا مش بلدي، الفلفل البلدي شايفين رفنع، يعني تحس ان جلده رقيق كده، لكن الهالوبينو ده الجلد بتاعه تخين وبيبقى حماره غامق قوي. الفلفل دوت بلدي، انا كنت جايباه. طبعا انا متعوده لما بيبقى عندي فلفل يبتدي يدبل او انا عايزه شطه، انا بجيبش شطه من بره، لان كنت بجيبها من عند العطار بلاقيها بتقرقش وبتبقى بترابها وبيطحنوها بقرونها. فانا بجيبها لو فلفل اتبقى عندي او دبل، او جبت فلفل وكان موجود عندي غيره، بروح عاملاه كده ماسكاه ملضماه في خيط زي ما انتم شايفين. ابره جديده عاملاها مخصوص لكده، وخيط نضيف، وبلضمها عاملها زي العقد كده، وبعلقها في المطبخ في مكان هوا. فبتقعد كام يوم وبتنشف وبتحمر. حتى لو الفلفل لونه اخضر بينشف وبيحمر زي ما شفتوا كده. باخده اطحنه بقى. ببقى ضامنه نظافته، وبعمله شطه عشان ما اشتريش شطه من بره بتبقى طحنينها بعنقها زي ما بقول لكم، او بلاقيها بتقرقش فيها تراب وما نضمنش يعني معموله ازاي. طبعا انا خدت الفلفل كده، شلت منه، قمعته، شلت منه العنق وهمسكه كده. طبعا هو جلده تخين زي ما قلت لكم. هو الفرق بينه وبين البلدي ان الفلفل ده تلاقيه تخين كده. وفي منه برضو الفلفل الاحمر الحلو ده ممكن نعمله برضو، اللي هي البابريكا الحلو. بس انا اللي جايباه ده فلفل حار، وكمان هعمله مدخن. انا همسك قرن الفلفل كده، بتشقيه نصين وبتطلعي بحرف السكينه كده البذور اللي فيه زي ما انتوا شايفين كده. وبناخد بس اللحم بتاع الفلفل، اقطعه حتت صغيره قوي كده، وهفرده بقى على الصينيه. اللهم صل على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. لو لسه ما عملتوش لايك يا حبايبي، يلا اعملوا لي لايك وشير وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ودوسوا على كلمة الكل عشان أي حاجة أعملها تشوفوها وناس كتير تشوفها. وما تنسونوش باللايك والدعم بتاعكم وتعليقاتكم الحلوة اللي بتدعمني. أنا دلوقتي همسك بقى الفلفل، قطعته كله حتت صغننه كده، وهجيب الصينيه. انا مولعه الفرن طبعا، يا اما هتحطيه على نار تسخني الفرن قوي وبعدين تطفيه وتدخلي الصينيه، يا اما بتوطي الفرن قوي مثلا على درجه 80 وتسيبيه على الرف اللي فوق خالص تحت الشوايه على طول عشان يبقى بعيد عن الحراره تحت. تطلعيه بقى شويه كده وهتلاقيه دبل، وتفرديه بس ايه ما يكونش جنب بعض. دي كده انا حطيته حوالي نص ساعه وطلعته. شاي زي ما انتم شايفين كميته قلت وابتدى يدبل كده. فانا بقلبه، اقلبه كده وارجع افرده تاني، وارصه كده كله جنب بعضه تخليه مستوى واحد، ونرجع نحطه في الفرن تاني. نكرر العمليه ديت كذا مره لحد ما تلاقيه نشف. وطبعا لونه بيغمق زي ما انتم شايفين كده، ده كان نشف خالص. بعد كده كانت دي اخر مرحله. عشان اعمله مدخن انا بولع حته فحمه فوق على البوتاجاز، بحطها في ان شاء الله في قشره بصله في طبق صغير ستانلس، واحطه كده معاهم وترشها بمعلقه سمنه او زيت. فبتدخن اللي بتطلع بتروح للفلفل، بيبقى ايه مدخن، بيبقى بابريكا مدخنه زي ما انتم شايفين كده. انا خدتها بقى طلعتها في الهواء شويه لما نشفت خالص، ورحت ماسكاها كده طحناها. جربوا قولوا لي ايه رايكم. مع السلامه.